هاي السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير ومبسوطين وصحتكم ونفسيتكم تكون جميله كده وطيبه زيكم ان شاء الله. احصائيه عملتها على الانستجرام نبتدي باول فيديو يتصور ايه هو اعمل ايه في يومي علشان يكون افضل، ولا ان انا ازود ثقتي بنفسي، ولا ان انا مهارات المبرمجين. كتبت كده شويه حاجات كتير هحطها لكم دلوقتي. هم اختاروا ان انا ابتدي باول فيديو يكون ازاي بخلي يومي افضل او ازاي بخليه احسن، يعني بالنسبه لي نفسيا وجسديا وكمان عمليا. فان شاء الله هو ده اول فيديو هنبتدي بيه، ولكن كل الفيديوهات دي ان شاء الله برضه هتتعمل. وما تنساش بقى تتابعنا على الانستجرام، يعني ان شاء الله هقول لكم على بعض من الحاجات اللي انا بعملها في يومي بتخليه افضل. معرفش هي هتفيدكم ولا لا، بس ان شاء الله يعني هي هتفيدكم. بس دي حاجات انا بعملها وفعلا اثرت في يومي وخلته يبقى افضل كتير جدا. فلو انت حابب الفيديو ده يعني كمل يلا الفيديو. بس قبل ما تدخل على الفيديو، لو انت متعرفنيش او اول مره تشوفني، فانا مين؟ انا نهال سمولي، بعمل فيديوهات شرح حاجات مختلفه في البروجرامينج. ولو انت مش عارف يعني انا بشرح ايه، ممكن تاخد لفه كده في البلاي ليستس. وكمان بعمل تجارب حياتيه مختلفه وبنشاركها سوا، وبقول لكم على خبراتي في الحاجات اللي انا جربتها قبل كده. وان شاء الله يكون الكونتنت بتاعي مفيد ليكم. ما تنسوش تعملوا لايك علشان الموضوع ده بيفيد الريتش جدا، ان احنا نفيد ناس اكتر واصدقاء اكتر لينا. وتكتبوا لي كومنتس لو الفيديو عجبكم عشان الموضوع ده بيشجعني جدا. ويلا بينا ندخل على قبل ما ندخل على الفيديو، عايزه اعرفك ان انت عشان تخلي يومك افضل او عشان تخلي حياتك افضل اصلا، انا بحس ان احنا لازم نهتم بثلاث حاجات. اول حاجه نفسيتنا لازم نهتم بيها، وجسديا لازم تهتم بصحتك، ولازم تهتم كمان بحياتك العمليه. لو انت بقيت انسان منتج جدا ونسيت الحياه النفسيه بتاعتك او نفسيتك او ما خدتش بريك، فصدقني الموضوع هيأثر جدا وهيجي مره واحده جسمك ياخد بريك. فلازم تديله بريك، يعني لازم تكون ماشي يومك بتوازن الى حد كبير، في نفسيتك كويسه والحياه العمليه كويسه وبرده جسمك كويس. لو انت متخيل مثلا لو انت تعبان هتقدر ان انت تنتج؟ لا، انتاجيتك هتقل ونفسيتك هتتعب عشان انتاجيتك قلت. فهم الثلاثه بيصبوا على بعض، ما ينفعش تيجي على حاجه يعني تيجي على حساب حاجه عشان حاجه، انت فاهمني صح؟ فما ينفعش تيجي على اي حاجه فيهم علشان تزود الحاجه التانية. هما الثلاثه بيمشوا مع بعض عشان تكون انسان متوازن اكتر. اول حاجه بعملها، معرفش ليه عملت واحد ما علينا، ولكن خدنا بالنا. اول حاجه بعملها هي ان انا بكون متفائله خير في اليوم الجديد ده. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا الناس اللي بتتفائل خير بتجد الخير ده. فما تنسوش تتفائلوا خير في بدايه كل يوم، علشان لما بتتفائل خير اولا حتى لو حصل مشكله فانت يعني على الاقل قضيت وقت كويس في الاول، او قدرت ان انت تصحى من النوم على الاقل خالص مبسوط. والرسول وعدنا عليه الصلاه والسلام الناس اللي بتتفائل خير هتجد الخير ده. فما تنسوش تتفائلوا خير، عشان دي بجد من اكتر الحاجات اللي اثرت في حياتي، ومن اكتر الحاجات اللي فعلا بتخلي يومي لطيف وكويس. وبكون ممتنه جدا ان انا صحيت يوم جديد، اللي هو انا عندي بدايه يوم جديد. في ناس في القبور تتمنى اليوم ده عشان تستغفر، تتمنى اليوم ده عشان تقرب اكتر فيه لربنا. وانت كمان لازم تتمنى اليوم ده وتشكر ربنا عليه، ان انت على الاقل صاحي، كل اجهزتك لسه شغاله. ويعني ايه اللي هيخليك بقى مش مبسوط؟ انت لسه بتبتدي يوم جديد. يوم جديد ده ممكن تقرب فيه لحلمك. ممكن لو انت هتبتدي من نقطه الصفر، فانت ربنا اداك بدايه يوم جديد تقدر تبتدي فيه من نقطه الصفر عشان برضو توصل لحلمك. فما فيش اي داعي خالص ان انت تفضل تفكر في الماضي وتفضل يائس وتفضل عندك افكار سلبيه من الماضي. لا، انا قايله قبل كده عن الموضوع ده ان انت تحاول تقعد مع نفسك وتحل المشاكل دي. مش بقولك اصحى من النوم على طول مبسوط والكلام ده، لا، لازم تقعد وتحلها. بس انا بتكلم في نقطه تانية. انا حاسه ان انا بتكلم بسرعه ان انت تكون ممتن ان ربنا اداك يوم جديد، علشان اليوم ده ممكن تقرب فيه من احلامك اكتر، ممكن تعلي فيه منزلتك من الجنه. وان شاء الله ربنا يكتب لنا الجنه كلنا. يعني بعملها هي ان انا بنوي خير وبجدد نيتي لكل حاجه انا بعملها. متخيل ان انت كنت ممكن وانت رايح الكليه عشان تطلب علم، ممكن انت تاخد ثواب على حاجه زي دي، ان انت بس تجدد نيتك وتفتكر ان انت هتساعد ناس بعد كده، او ان انت مثلا ان شاء الله لما ربنا يكرمك وتشتغل وتجيب فلوس هتقدر ان انت تساعد ناس بالفلوس اللي انت جبتها دي. فربنا ان شاء الله هيبارك لك في العلم اللي انت بتاخده ده. وده بيخلينا نوصل لمرحله اصلا ان احنا نفتكر اهدافنا في بدايه اليوم. لو انت افتكرت اهدافك في بدايه اليوم وحاططها قدامك في كل يوم انت بتبتديه، صدقني هتقدر توصل انتاجيتك اضعاف ما هي عليه الان، وهتقدر توصل لاحلامك اسرع بكتير جدا ما هي برضو عليه الان. فما تنسوش ان انتوا تفكروا نفسكم باهدافكم وتنووا نيه خير. هتكلم في النقطه دي لسه، قصدي ان انتوا تجددوا نيتكم في كل الحاجات اللي انتوا بتعملوها عشان نقدر ناخد ثواب على الحاجات العاديه اللي احنا بنعملها. بالعكس، ما تبقاش ساعتها عاديه، لا، تبقى ساعتها بناخد عليها ثواب، فيبقى افضل بكتير جدا ان احنا نعملها وبس كده.
النقطة بقى اللي فيهم برضو ان انا بنوي خير في كل حاجة، بنوي خير في كلامي حتى مع الناس، ان انا مش هأذي حد بكلامي. لو يعني ما فيش حاجة اسمها يا جماعة ان انا اذيت ناس من غصب عني، ما فيش حاجة اسمها كده، لا لازم ناخد بالنا من كلامنا ولازم ناخد بالنا من تصرفاتنا اللي هتأذي الناس اللي حوالينا. هنوي خير في كل تصرفاتي، ده بيخليني لما باجي اقعد مع نفسي بعد كده افكرها ان هي كانت نيتها طيبة في كل التصرفات اللي حصلت، افكرها ان هي في كل واي حاجة بتعملها بتبقى بجد نيتها طيبة وبجد بتبقى نيتها خير. فايه اللي يخليها تزعل من نفسها، او ايه اللي يخليها تضايق نفسها، او ايه اللي يخلي يومها اصلا يتاثر؟ لو انت ناوي الخير مع الناس، او حتى انا مش هبرز للناس عيوبهم، انا هنوي ان انا ابرز لهم الجمال اللي فيهم. انا مش قاعد اصلا اجادج الناس، او مش قاعد ان انا افضل بقى اطلع طاقه سلبيه للناس وابص على الناس على الحاجات الوحشه والكلام ده كله، لا انا هنوي ان انا يبسط الناس يا هسكت خالص ومش هكلم الناس خالص. بس هي دي الفكره، ان انا نيتي تكون خير في كل حاجه انا بعملها، ونيتي فعلا فعلا من جوايا تكون طيبه. لو انا بساعد الناس فانا بجد هساعدهم عشان بجد بجد المساعده، مش عشان ان انا ابين نفسي روش او ابين نفسي في اي حاجه. ده بيخليني زي ما انا قلت لما اقعد مع نفسي اقول انت فعلا كنتي بتساعدي عشان انت شخصيه طيبه وكويسه، وعلشان انت بجد بتحبي ان انت تساعدي، مش عشان تبيني نفسك. حتى لو الناس بقى جم يتكلموا عليك وقالوا ده كانت بتبين نفسها او كانت مش عارفه بتعمل ايه، ماليش دعوه بالكلام ده، انا بجد نيتي كانت طيبه، يبقى كده خلاص انا فرحانه ومبسوطه بنفسي، وده بيخلي يومي افضل وطاقته جميله وكويسه. بس حاجه بعملها هي ان انا بحاول على قدر المستطاع، يعني قدر استطاعتي، يعني على قدر المستطاع اللي انا قلتها دي معرفش، ان انا اكون مرنه للامور اللي بتحصل لي. مفيش حد يا جماعه حياته ماشيه كده، يعني مفيش، هي كلنا لازم تحصل اعوجاج كده وحاجات غريبه بتحصل لنا في يومنا وفي حياتنا عموما. لازم نكون مرنين للحاجات دي ونبدا ان احنا نفكر على الحل. لما بيحصل لي اي مشكله ببتدي اقول ماشي انا ورايا مليون الف حاجه وحصل لي مليون مشكله، طيب انا مش هقعد بقى اضخم الامور دي في عقلي، لا انا هدور على حل للمشاكل اللي بتواجهني ده. طب ايه الحل بقى؟ يعني تقعدي تفكري على المشكله هي ده الحل بالنسبه لك، ولا انك تسالي نفسك ايه الحل بتاع المشكله دي حاجه تقريبا انا قلتها في كل فيديوهاتي، ان انت تدور على حل بدل ما انت عمال تضخم من امور او من الحاجات اللي بتحصل لك في حياتك. الموضوع ده برضو تقريبا في الفيديو اللي فات، مثلا انا صحيت من النوم لقيت النور قاطع، طب انا كده مش هعرف اذاكر، بحاول اتصرف، بحاول مثلا انزل سبيس زون، انزل مش عارفه فين، المهم ان انا احاول قدر المستطاع ان انا اتصرف. وفي الاخر لو ما لقيتش حل خالص للموضوع فانا على الاقل عملت اللي عليا، فانا عندي احساس من جوايا ان انا خلاص هو ده قدر استطاعتك، فربنا بقى هو اللي بايده، ممكن ان انا اصلي، ممكن ان انا اعمل اي حاجه وادعي ربنا ان الموضوع ده يتحل لي. حاجه بعملها هي ان انا بصلي الصلوات كلها في ميعادها، يعني اذان الفجر اصحى له في ميعاده، الظهر في ميعاده، العصر في ميعاده، كل الصلوات بتاعتي في ميعادها. بعيدا يعني هو طبعا الموضوع ان انت تاخر صلاتك ده اصلا حرام، وان يعني ويل للمصلين اللي هم الناس اللي بتتاخر عن مواعيد الصلاه بتاعتهم، فلازم ان احنا نصلي اصلا الصلاه في ميعادها. بس اصلا ده بيأثر كمان على نفسيتي، يعني بيخليني احس ان انا مطمنه، اللي هو انت مصليه الفروض اللي عليكي. مثلا لو هسافر، لو هعمل اي حاجه، ما بقعدش مثلا لو انا مسافره مثلا العصر هيأذن عليا وانا ما صليتش الظهر طول ما انا ماشيه، بحس ان انا يومي بايظ، بحس ان انا يا نهار ابيض انت ازاي هتعملي كده، او ازاي ان انت، بحس ان انا قلقانه كده متوتره. فلازم بصلي الصلوات في ميعادها، وكمان بقرا الاذكار، يعني اذكار الصباح كده وانا نازله بتوكل على ربنا. انت بتكون نازل متوكل تماما على ربنا، وده بيخلي عندك شعور ان انت خلاص ان شاء الله ان شاء الله، يعني ان ربنا معايا، وكده كده ربنا معانا يعني. بس الاذكار بتخليك تحس يعني ان انت مبسوط او فرحان اكتر، وكمان بتنسيك بقى موضوع الحسد، ان انا خايف ان انا اتحسد، وخايف ان انا مش عارفه يحصل لي ايه من الحسد وهموت وهيجرى لي مش عارفه ايه. لا الاذكار كده كده حماتنا خلاص من الحسد، فكل الافكار السوداويه اللي بتقعد تجينا دي، طبعا الحسد مذكور في القران لكن هو حله الاذكار، فانا كده حليت مشكله كبيره جدا بتقابل الناس ان هي بتخاف من الحسد. فبس كده، هي دي النقطه بجد بجد بتفرق معايا جدا، ان انا اصلي الصلوات في ميعادها وبقرا الاذكار وبقرا طبعا قران. الورد اليومي بتاعي لازم بقراه حتى لو كان بسيط جدا وقليل، لكن ما بفوتش الورد بتاعي، عشان على الاقل خالص الورد ده بيخليني احس ان انا انسانه انتجت في اليوم. حتى لو انا ما عملتش اي حاجه خالص في اليوم، فانت على الاقل صحيتي من النوم وقراتي الورد بتاعك وخدتي ثواب وخدتي حسنات على اللي انت عملتيه ده. فحاجه مهمه جدا بالنسبه لي بجد. الحاجات دي بجد بجد هي اصلا حاجات عاديه اللي انا بقولها، بقول لك تقرا الورد القراني والصلاه وان انت تقرا الاذكار، دي كلها حاجات عاديه، مش جايه اوضح لك ان انت لازم تصلي مثلا، ولكن بوري لك ان هي بتاثر كمان على نفسيتي،
بس رابع حاجه بعملها هي ان انا ما بقارنش نفسي بحد اطلاقا، ايا كان صاحبتي بقت اشطر، دي نجحت، دي مش عارفه عملت ايه، انا هفرح لهم جدا وهنوي لهم الخير زي ما انا قلت قبل كده. وحتى لو جالي افكار من جوايا كده، جالي شيطان كده وقال لي ايه ده انتي عارفه دي ما تستاهلش، او ايه دي مش عارفه ايه، وبدات ان انا يجي لي او يتولد عندي احساس بالحقد او الحسد على الناس، ببتدي اشيل الافكار دي تماما واقول نهال فكري او افتكري ان انتي انسانه طيبه وكويسه، شيلي الافكار دي من دماغك علشان انتي المفروض تتمني لاصدقائك الخير وتتمنى لهم الحب. انا مش جايه اقول لك ان انا ما بيجيليش افكار وحشه، لا، بس اول ما بيجيلي بقدر ان انا اعمل كنترول على نفسي اكتر واشيل الافكار دي تماما من دماغي. وبجد بجد انا بتمنى لاصدقائي لو هم بيشوفوا الفيديو ده كل الخير او يوصلوا لمراتب عاليه كبيره جدا، وده بيجي بالتمرين على نفسك اكتر. زي ما انا قلت، كل ما بيجيلي افكار وحشه ببتدي ان انا اوقف نفسي عند حدها واقول لها على فكره كده غلط، وانت المفروض تتمني لاصحابك الحاجات الخير، لحد ما وصلت لمرحله ان انا بجد بجد من كل قلبي بتمنى لكل الناس اللي حواليا ان هم يحققوا حاجات جميله ويحققوا احلامهم، وبجد ببقى فرحانه ومبسوطه بصحابي او بالناس لما بيوصلوا لمراحل عاليه او كبيره في شغلهم او الكارير بتاعهم، حتى لو ده نفس الكارير بتاعي، فالموضوع مش هياخد من رزقي اي حاجه خالص. المهم ان انا بركز في طريقي وبركز في حياتي وبشوف ازاي انا هطور من نفسي، بشوف انا ممكن اعمل ايه عشان اكون فيرجن احسن من نفسي، مش ان انا بقارن نفسي بغيري. مع العلم ان انا ممكن اقول مثلا دي ما شاء الله وصلت لكذا عشان هي كانت بتتعب، فانا ان شاء الله برضو هتعب علشان اقدر ان انا اوصل لكذا. يعني ممكن تقارن مقارنه، بس اللي هي تقارن مقارنه مثلا في الشغل عشان تعرف انت وصلت لفين في الوسط المحيط اللي حواليك. يعني مثلا بشوف انا وصلت لفين دلوقتي في البرمجه، ما هو هتعرف منين انت فين؟ لازم تقارن نفسك بغيرك، بس دي مقارنه غير اللي انا كنت بتكلم عليها في الاول. دي مقارنه عشان تعرف انت فين اصلا في الحياه، انت واقف فين، انت هتروح فين بعد كده، مع ان انت مبسوط قوي قوي للناس اللي وصلوا للحاجه العاليه دي، وبجد بتتمنى لهم من كل قلبك من جواك ان هم يوصلوا لمراتب اعلى ويفضلوا فرحانين ومبسوطين بس. وده بيجي بالتدريب. صدقني المقارنات بتكون غير عادله تماما، لان هو بيمر بظروف وانت بتمر بظروف تانية. ممكن تكون انت ظروفك كانت قاسيه في السنه دي فما قدرتش تنتج فيها، وزميلك ده كانت ظروفه مثلا كويسه، او هو قابل حاجات كتير وحشه في حياته فربنا كرمه في الحته دي دلوقتي، وانت لسه ربنا هيكرمك بعدين. فما تقعدش تقارن نفسك بغيرك، لانك انت غير ظروف غيرك وغيرك غير ظروفك، فاهميني اكيد؟ فبلاش بلاش بجد، الحته دي بتولد حقد وكراهيه وحسد عندك، والحقد اصلا حرام والكراهيه حرام والحسد برضو حرام. فما تنسوش ان انتوا تفكروا نفسكم ان احنا ما نقارنش نفسنا ابدا بغيرنا، غير علشان نعرف احنا فين، مع كل تمني بالخير والحب للناس كلها. بس حاجه بقرر برضو الايدين ما علينا، بقرر ان انا هعمل اللي عليا في اليوم بتاعي. يعني بقرر ان انا هصحى النهارده اعمل اللي عليا فيه، هكسر الدنيا، هعمل قدر استطاعتي. تعبت فانا عملت قدر استطاعتي. مثلا نزلت النهارده وحصل لي ظروف ما في الكليه او زعلت من حاجه معينه، فانا طلعت قدر استطاعتي في اليوم، عشان لما باجي اخر اليوم او لما باجي احاكم نفسي بقى بقول لنفسي لا، انت عملتي قدر كل استطاعتك في الحاجه دي، فما تضايقيش نفسك ولا تزعلي نفسك، لانك بجد عملتي كل حاجه انت تقدري عليها. نقطه دول بقى لازم ايدين عادي. سادس نقطه، بحاول ابص لنص الكوبايه المليان زي ما بيقولوا، عشان بجد الموضوع ده بيفرق جدا، وهو مرتبط بموضوع ان انت تكون شخص متفائل. الناس المتفائله بيحاولوا يبصوا على الامور بنص الكوبايه المليان. صدقني في كل الامور اللي بتحصل لنا بقعد اقول لنفسي ان هي خير. يعني مثلا لو حصل لي حتى حاجه وحشه مثلا ممكن ان انا اتضايق وكده، بس بفكر نفسي ان الامر ده خير، هو اي حاجه بتجيلي من عند ربنا فهي خير، ولو حتى هي وحشه فهي هتعلمني لبعدين وهتعلم من التجربه دي، هيبقى عندي اكسبيرينس ان انا حصل لي الموضوع ده وتخطيته ازاي. فمهم جدا جدا انت تبص على الامور بنظره الخير، ومش بس على الامور، حاجه مهمه جدا انت برضو تبص على الاشخاص اللي حواليك ببصه الخير. لو مثلا بجد بجد لو مثلا بتقابلي واحده صاحبتك وصاحبتك دي كل الناس بتتكلم عنها ان هي متكبره، انا ببص بنظره مثلا ان هي اموره، ماليش دعوه هي متكبره لنفسها. احيانا ان احنا المفروض ان احنا ننصح الناس اللي حوالينا، خاصه في الدين انت ممكن تنصح الناس وكده ان هم يبقوا افضل، لكن صدقني كل الناس بقت عارفه ان هي الصح وايه الغلط، وانت المفروض تنصح يعني الحكمه والموعظه الحسنه. يعني المفروض تنصح الناس بطريقه لطيفه لو انت ناوي ان انت تنصح، بس في نفس الوقت مش هي ده الفكره اللي انا بتكلم فيها. يعني انا مش جاي اكلمك عن النصيحه وازاي تنصح والكلام ده كله، بس انا جاي اكلمك ان انت ما تكونش من الشخص اللي بيبص
على الناس بالنظره الوحشه، اللي هو مثلا مش ببص على نهال دلوقتي فانا ببص قد ايه هي مثلا شخصيه وحشه او شخصيه مثلا يعني ببص على الفيديو بطلع فيه الحاجات الوحشه. انا بتكلم عموما، مش بتكلم عن ان انتوا بتبصوا عليا دلوقتي، لا انا بتكلم عموما ان انا لو بتفرج على حد في الفيديو بحاول ان انا استفيد وبحاول اطلع ان هو عمل لي حاجات حلوه فعلا في الفيديو ده. مش بقعد اقول مثلا ده بصوا مش عارفه ايه ده سيء لا لا لا، ما بقعدش اعمل الموضوع ده خالص. بحاول ان انا ابص على الحاجات الحلوه في الاشخاص، بحاول ابص على الحاجات الحلوه في صحابي، علشان الموضوع ده هيخليك اصلا بتطلع طاقه حلوه. فلما بتطلع طاقه حلوه للناس بتترد لك طاقه حلوه، فانت بتعرف تنتج، انتاجيتك بتزيد علشان انت بيكون طاقتك جميله، مبسوط، فرحان، قادر ان انت تنتج. فما تنسوش تعملوا الحاجه دي. والموضوع ده برضو بيجي بالتمرين، ان انا ابص على الناس بعيون الحب، ابص على الناس بعيون انه انتوا ناس جميله، ان انتوا وابرز لهم كمان الجمال اللي فيهم ده. على فكره انت اموره، على فكره انت طيبه، على فكره انت مش عارفه ايه. لما تبرز للناس الجمال ده صدقني هم كمان هيردوا لك ده، حتى لو مش منهم ربنا هيردوا لك بطريقه ما. يعني ممكن تكون اصلا جبرت بخاطرهم او هم كانوا زعلانين في اليوم ده فانت بسطتهم بكلامك الكويس ده. بس كده حاولوا ان انتوا تبصوا على الحاجات بنظره طيبه وبنظره حلوه، عشان بجد الطاقه دي هتترد لكم وبجد هتكونوا ناس لطيفه جدا حتى مع نفسكم. حاجه بتجنب الجدال ممكن يخلق مشاكل بينك وبين ناس كتير جدا جدا. هو دي حاجه انا هعملها يعني مؤخرا، ان انا هتجنب الجدال مع كل الناس. يعني انا هتناقش، لو النقاش وصل بينا نقطه الجدال خلاص هوقف كلام واقول خلاص يا جماعه تمام، مش انتوا صح لان هم ممكن ما يكونوش هم صح ولا حاجه، ولكن هقول خلاص تعالوا نوقف عند الحته دي وننهي الموضوع بامر يعني اللي هو من اللذاذه، عشان ما اسيبش كره بيني وبين حد، علشان بجد الجدال ممكن يخليك تخسر ناس او يخلي ناس هم يخسروك. حتى لو انت كانت فكرتك هي الصح حاول توقف الجدال ده، عشان انا تقريبا عرفت ان كمان الجدال حرام في الدين. معرفش الصراحه بس انا فاكره ان انا سمعت يعني الموضوع ده. بس فحاولوا ان انتم ما تدخلوش جدال، علشان الجدال بيولد جواك ان انت لا انا اللي صح، لا فبتبقوا بتتخانقوا كده وبتاع، فلا الدنيا مش بتبقى الطف حاجه في اليوم اللي بيبقى فيه بالنسبه لي الجدال في اليوم ده. لا ما بيبقاش يوم ظريف. حاجه بعملها هي ان انا بحاول ان انا اساعد قدر المستطاع، وبجد عن تجربه يعني كل ما بساعد في حاجه ربنا بيزيدني في نفس الحاجه من نفس جنسها. يعني لو ساعدت ناس في المذاكره فانا ربنا بييسر لي امري في المذاكره، لو ساعدت ناس في الشغل فانا ربنا بييسر لي وبيفتح لي باب رزق للشغل. فبجد ما تنسوش تجربوا ان انتوا تساعدوا الناس، واخر اليوم او لما بتيجوا تحاكموا نفسكم بتحسوا ان انتوا ناس كويسين لان انتوا بتساعدوا الناس. فالناس اللي بتساعد الناس دي ناس جميله جدا، فما تنسوش تساعدوا الناس، عشان غير يعني الثواب اللي بيجي لكم بجد نفسيتكم بتتاثر جدا وبتحسوا ان انتوا ناس. بعملها هنا انا ما بكبرش من حجم الحاجات اللي بتحصل لي، سواء كان مشكله زي ما انا قلت بفكر في الحل بدل ما انا اقعد اكبر من حجم المشكله دي، او لو انا عملت خطا معين ما بقعدش مثلا لو انا كدبت في حاجه معينه ما بقعدش اقول انت يا نهال كدابه. لا نهال لو انا قلت ان انت كدابه انت فعلا هتبقي كدابه، فما تحاولش تقول انا وبعدها اي صفه وحشه لان انت فعلا هتبقى الصفه الوحشه دي. لا قول انا تصرفت التصرف ده بشكل خاطئ، انا ان شاء الله المره الجايه هعدل من التصرفات دي وهبقى شخص افضل لان انا اصلا شخصيه كويسه، لكن الموقف ده هو اللي باظ مني وان شاء الله ان شاء الله المره الجايه هعدله. فنهال انت مش شخصيه وحشه، انت شخصيه رائعه وجميله. انا اسفه يا جماعه، وانتوا كمان اشخاص رائعين وجمال ونستاهل ان احنا نحب نفسنا، ولكن الموقف ده هو اللي انا تصرفته غلط وان شاء الله المره الجايه هعدل منه. فما بحاولش ان انا احط نفسي في زون ان انت شخصيه سيئه جدا واوحش منك مفيش والكلام ده، لا بحاول احل الموضوع على طول. كلها كانت حاجات تبع النفسيه، ولكن ندخل على الجسديا مش هتكلم عنه كتير لان انا الصراحه مبوظه صحتي خالص. بس بحاول ما اشربش بيبسي، ما اكلش شيبسي. المفروض ان انتوا لو بتنزلوا الجامعه تعملوا سناكس وحاجات من دي قبل ما تنزلوا بدل ما تشتروا من بره، ولكن انا مش بعمل كده، بشتري من بره. فانا مش هكلمكم كتير عن الجسدين غير ان انا بشرب ميه كتير. الميه بتقلل جدا جدا من الاسترس اللي علينا، ان احنا كطلاب او ناس بتشتغل او اي حاجه ما تنسوش تشربوا ميه عشان بجد بتفرق جدا في يومك، وبحس ان هي بتعلي من مستوى سعادتي برضو. فابقوا جربوا ان انتوا تلاحظوا انتوا بتشربوا ميه قد ايه، دي حاجه بقى عمليا. فانا قايله فيديو قبل كده ازاي بنظم وقتي وازاي بمشي يومي علشان يطلع باكبر انتاجيه، ولكن خلونا نقول اهم النقط ان انا بكتب التو دو ليست بتاعتي قبلها بيوم. ما ينفعش اصحى مش عارفه انا هعمل ايه في اليوم، وما ينفعش اسيب لمخي حيز ان هو فاضي. يعني انت والله حتى لو انا دلوقتي هاخد بريك فانا بفهمه هو هيعمل ايه في البريك، لان مخك لو هو فاضي كده هيقعد سكرول على الفيسبوك وسكرول على الانستجرام واليوتيوب والدنيا هتكتر عليه جدا، هتحس ان انت اليوم انتهى وانت اصلا ما عملتش فيه اي حاجه. فما بسيبلوش ساعه فاضيه، انا كاتبه بالساعه انا بعمل ايه. وفي نفس الوقت احنا ناس مرنه لان انا قلت ان احنا هنبقى ناس مرنه، فمع المرونه اللي انا بعملها انا كاتبه لك بالظبط التاسكس اللي وراك ان انت تعملها، وكاتبه لك اوقات للفري، وكاتبه لك كل حاجه انت ممكن
ان انت تعملها في اليوم عشان يومك يطلع كويس. فمش سايبه عقلي كده فاضي وما عندوش اي حاجه في اليوم ان هو يعملها، وبرده محدده لكل حاجه وقت. انا قايله كل ده في تنظيم الوقت، بس برده يعني بعيده لكم تاني ان انا محدده لكل حاجه تايمر معين. ما ينفعش اقول انا ورايا النهارده 1 2 3 4 5 6، لا، بدخل في التفاصيل بتاعه الحاجات دي وببتدي اكتب ان انا من الساعه كذا للساعه كذا انا هعمل التاسك ده، من الساعه كذا للساعه كذا انا هعمل التاسك التاني ده وهياخد مني بالظبط كذا. فما بسيبش عقلي فاضي، بكتب له بالظبط هو هيعمل ايه من قبلها بيوم. وغير ان انا بكتب له بقى بدخل في تفاصيلها وبكتب بالساعه بالظبط انا هعمل ايه في الحاجات. ان انا بقرر اني هعمل اللي عليا وقدر استطاعتي في اليوم ده يعني، وهحاول برضو ان انا اكون مرنه زي ما انا قلت. وغير بقى كده ان انا ببتدي بالمهمه الصعبه اللي عليا، علشان انت اول ما بتصحى من النوم انت لسه ولا حصل لك بقى مشاكل ولا لسه جرالك اي حاجه، ولسه صاحي ومفوق ومفروض عندك طاقه ان شاء الله ان شاء الله انت تعمل اللي عليك. فببتدي بالمهمه الصعبه عشان لما بخلص المهمه الصعبه بتشجعني ان انا اكمل شغل اكتر. وعلى فكره الشغل بيجيب شغل، يعني لو انت سبت نفسك نايم فانا هفضل نايمه كتير جدا، ولكن لو بدات على الاقل اول ستيب وخدتها وقررت ان انت هتعمل اللي عليك فيها بجد الشغل، هتحس ان انت نشيط ومبسوط وفرحان من نفسك. فتبتدي ان انت تذاكر الحاجه اللي بعدها وتذاكر الحاجه اللي بعدها وتبقى نشيط اكتر. ممكن تغير حياتك كلها مجرد ان انت خدت قرار ان انت هتعمل اللي عليك وهتبتدي على الاقل او هتاخد اول ستيب. طبعا لازم في يومي اللي انا بكتبه من قبلها بيوم اللي هو تو دو ليست، يعني لازم بحط ان انا لازم هتفسح في اليوم ده او هتمشى في اليوم ده. وفي نفس الوقت يعني مش مده طويله، يعني انا ممكن مثلا اقول انا هنزل اتمشى ساعه. هل ساعه هي اللي هتاثر في يومي؟ لا. انا لو ما خدتش بريك وما بسطتش نفسي انا مش هقدر ان انا اشتغل وانتج اكتر. وبس كده احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو انتوا وصلتوا لنهايه الفيديو فشكرا جدا جدا جدا. ما تنسوش ان انا بحط لكم لينك الانستجرام على في الديسكريبشن، قصدي مش على حاجه. ما تنسوش تعملوا فولو عليه عشان ده بيقربنا اكتر لبعض. وكمان بيدج الفيسبوك بتاعتي. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تكتبوا في كومنتس عشان الموضوع ده بيشجعني جدا. ولو لسه حتى الان ما عملتش لايك طبعا اعمل لايك بسرعه وسبسكرايب لو انت اول مره تشرفنا. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي.